لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا اسمي باشمهندس سيدي عبد المولى، موظف معاش بالمقاولين العرب، وليا أخ أصيب بالنار في ظهره فوق الكلى، وكانت نص الظهر ومشط الرجل الأيسر. دي صور حضرتك؟ دي صور. تمام. وجريدة الوفد قامت بالعلاج بعد ما لفيت مستشفيات القاهرة، وجريدة الوفد استغاثت بيها، جت بعلاج وقامت بالعلاج لغاية لما وصل للحالة اللي هو في الصور دي. بعد كده جاله بتر في مشط رجله في مستشفى الخليفة من تأثير النار برضه. تمام. بنفس النظام، وبقاله أكتر من 25 سنة على الحالة دي. في الحالة دي بقى في البيت جاله عملية تيبس، بقت رجليه بنفس المنظر ده، وإيده اليسرى وإيده اليمين تمام. من القعدة والركنة، وبقاله أكتر من 25 سنة ما بينزلش الشارع. هو قاعد كده على طول ولا وقاعد كده على هي طول. القعدة اللي هو قاعدها هو دي؟ والنومة يا سيادتك، نفس النومة دي اه. جنب الحمام عشان بيمشي على أيوة. ايديه بظهره. تمام. وانا مش عارف اعمل ايه، وبعدين معاشي مش مكفيني، انا عندي 4 اولاد وزوجة، ومش عارف اوصل لايه، مش عارف اوصل لحل. وبعت كذا شكوى لرئيس الجمهورية وللرئيس سعيد ورئيس الوزراء محدش اتجاوب. ومحافظ القاهرة، ومحدش سأل فيا ولا حدش هيسأل فيا. فانا عايز اجد حل اشوف. وبعدين رئيس الجمهوريه الاخ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه قال ذوي الاحتياجات الخاصه، فين هي مساعده؟ فين اهو بني ادم اهو، شوفوه، تعالوا شوفوا على الطبيعه. تمام. حاضر يا فندم، احنا هنوصل صوتك ان شاء الله، وربنا يا رب يجعلنا سبب في شفاء يا رب باذن انا الله. تعبت والله يعني. ان شاء الله خير باذن الله. يعني انا دلوقتي انا حتى صرفت مكافئتي كلها على الثوره، على 30/6، ومعايا صور بكده ان انا راجل وطني وخدمت في الجيش وخدمت في المجهود الحربي، وبعدين ده جزاتي. يعني انا مين يتحمل ده؟ اي بني ادم مين يتحمل ده؟ اكتر من 25 سنه واحد ما شافش الشارع. طب ما رفعتش قضية او كده ما بالطالب؟ رفعتش حاجه ولا عارف حاجه خالص. انا مش واحد ابن حلال دلنا على الجريده هنا تمام. ان شاء الله باذن الله، ربنا باذن الله يجعلنا يا رب سبب. الشكاوي ممكن تصورها في الشكاوي اللي هي مكان مكان القرح. وطبعا من القعده وكتر العمليات بقى التيبس ده راح جاي لي تيبس، بقى رجليه عامله كده. طب ما بتحاولش تفردها؟ مش استحاله. ورحت جريدة الوفد تاني وودوني مستشفى اليوم الواحد بزاوية الحمراء، قالوا لي ده استحاله تتفرد. ابتدت بقى ايده برضه نفس النظام، ابتدت برضه من قعده ايد اليمنى تعمل كده. انا مش عارف بعد كده هيحصل له ايه. انا بلاش حتى وزير الصحه يجي يشوف، دكاتره تستفاد من ده، تستفاد من تاخد علم من ده وتبحثوا وتشوف التيبس ده جاله ازاي وده عامل ازاي، يستفادوا منه للدوله للمرضى. ايوه. طب الكلى عنده دلوقتي اتلم، الجرح بتاعها اتلم؟ ما هو ملموم كده ملموم. بس انت تشوفي بقى كل ده جوه كده، ما اعرفش ايه النتيجه بعد كده. الاول كانت الكليه ظهر. الاول كان بص الكليه والسلسله بتاعت الظهر والعظمه بتاعت الوسط. الدكتور مصطفى اللي عالجه قال انا لو ما عالجتوش هسفره امريكا، لان نادره بني ادم ظهره عريان. انت شفت واحد ظهره عريان خالص، نص ظهره ده، النص ده كله ده لم. بصي من هنا كده كل ده كان عريان، والدود بياكل فيه، والكلى والمصارين. بصي الاكل تشوفيه والميه تشوفيها من ورا كله. ايوه. انت يعني مش ربنا ان شاء الله باذن الله يا رب يعافيه. دي حاجه نادره. اولا بني ادم لو صمت هوا يموت. ده كان كله عريان كده وبياكل وبيشرب وبيمشي وبيتكلم. طب هو بعد كده هو كان بيتحرك الاول؟ كان بيتحرك الاول، كان بيمشي بقى كاس بعد ما عملنا له البتر كمان. قعد حوالي بتاع شهرين يمشي على عكاز برجله كده. طب بعد كده ايه؟ بعد كده راح قاعد في البيت على رجليه، ما قدرش خلاص، مش قادر يمشي، فحصل له تيبس. حصل التيبس ده وحصل الحاجة. ودلوقتي اكتر من 25 سنه الفراش ده جنب الحمام، منه بيمشي
يعني على ايديها كده، لان ايه احنا عودناها بقى على كده، على سبيل ما فيش حد. لو ما فيش حد لو يقدر مفيش حد يساعد يقدر نفسه. يخش الحمام، لما اكتر من كده ما بيتحركش. وبعدين انا يعني معلش تعبت، ومعايا 4 اولاد، ما فيش لا شغل ولا مشغله، ما بيشتغلوش، قاعدين ما فيش لا شغل ولا حاجه. الكبير 26 سنه، والصغير 25 و19، وكريم اخر حاجه 5 سنين. وانا ماشي وظلمت، ظلمني ابراهيم محلب رئيس الوزراء منه لله. انا بقولها كده، انا بقول كده منه لله تاني، عشان انا كنت في الشركه وهو رئيس مجلس شركه المقاولين العرب. واتظلمت، والمكافاه اللي خدتها 17,000 جنيه على 18 سنه ونص شغل، وصرفتها على رئيس الجمهوريه 30/6، عشان انا وطني طول عمري وطني. حتى خدمت في المجهود الحربي باسم واحد تاني عشان اشتغل. طب صرفتها بايه بالظبط؟ صرفت المكافأة في ايه بالظبط؟ في الاعلام، في الدعايه. في الدعاية بتاعت في الدعايه، وعندي صور وانا معايا الموتوسيكل وحاطط عليها اعلام مصر وبتاع وكده. ان شاء الله. انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، مش عارف انا يعني مصاريف ده ولا علاج ده ولا عيالي ولا ايه كده، ومعاشي كلام فاضي. انا مش عايز اقول معاشي كام طيب؟ دلوقتي ما حصلش 800 جنيه، وعامل كارد صرفته عليه، باخد دلوقتي 300 جنيه معاش. 600؟ 300 من بنك مصر. الباقي بيتصرف على الكارد. الباقي بيدفع على الكارد. والمعاش كله ملهاش لازمه. يعني هو ما حصلش معاش 800 جنيه. تمام.